السلام عليكم، إن شاء الله النهارده هنعمل مع بعض قريش العجوة بطريقة سهلة وبسيطة جدًا، بدون مجهود وبدون تعب، طريقة تشكيل ما بتاخدش وقت ولا مجهود، وهاقول لِك على البدايل وكمان إزاي تطلعيها هشة ومقرمشة قرمشة خفيفة، وكمان إزاي تحافظي على العجوة طرية زي ما هي جواها زي ما أنتِ شايفة معايا كده. يالّا بينا نبدأ على طول، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلّوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير عشان يوصل لأكبر عدد. أول حاجة هنفعّل الخميرة، معايا ربع كوباية من المَيّة الدافية، لازم المَيّة تكون دافية عشان إحنا في الشتا، معايا معلقة كبيرة من الخميرة الفورية تكون ممسوحة مش مليانة، يعني حوالي 8 جرام، معايا معلقتين كبار من السكر، هندوبهم كويس مع بعض. بعد ما دوبناهم كويس جدًا مع بعض، هنغطيهم ونركنهم على جنب لحد ما الخميرة تتفاعل. ونبدأ نحضّر بقية المكونات اللي هي عبارة عن نُص كيلو من الدقيق، يعني 4 كوبايات بمَج الشاي العادي، عليهم نُص معلقة صغيرة من الbaking powder، عليهم ربع معلقة صغيرة من الملح. وهنقلّبهم كويس جدًا مع بعض، وبعد كده هاعمل حفرة صغيّرة كده في وسط الدقيق عشان أصُب فيها المادة الدهنية، اللي هي عبارة عن كوباية إلا ربع من السمنة وربع كوباية من الزيت. السمنة هنا كانت دافية مش مقدوحة زي فيديو القرقيش اللي فات، لأ أنا هنا بس يا دوبك فكّكتها على النار وخلّيتها دافية، وبعد كده زوّدت عليها ربع كوباية من الزيت. اوعي تحطّيها وهي باردة، لإن لو حطيتيها وهي باردة على الدقيق هتخرّز منِّك الدقيق ومش هتعرفي حبيبات الدقيق تفُكّيها تاني، هي هتتنّها مخرّزة كده لآخر العجينة، فأنتِ بتحطّي السمنة دافية. أهم خطوة بقى في العجين إنِّك تبِسّي الدقيق كويس جدًا بالمادة الدهنية، وتغلّفي كل ذرات الدقيق بالمادة الدهنية، تبدئي تفرُكيهم ما بين إيديكِ كده لحد ما تتأكدي إن كل الدقيق اتغلِّف كويس جدًا بالمادة الدهنية. لو حابة القرقيش تطلع معاكِ مقرمشة أكتر، هتخلّي المادة الدهنية عبارة عن نُص كوباية من الزيت ونُص كوباية من السمنة. بعد ما اتأكدت كويس جدًا إن كل ذرات الدقيق اتغلفت كويس بالمادة الدهنية، هابدأ بقى أضيف الخميرة وكانت اتفاعلت معايا زي ما أنتم شايفين بتطلّع فقاقيع وطبقة كده على الوش، فكده معناها إنها اتفاعلت وإن الخميرة شغالة. هابدأ أدمجها كويس جدًا مع العجين. بعد ما دمجت الخميرة كويس جدًا مع الدقيق، معايا نُص كوباية من اللبن الدافي، هابدأ ألِم بيها العجينة. خلّي بالِك إن إحنا في عجينة القراقيش مش بنعجن، إحنا بس بنلِم، يعني لحد ما تتلم معايا العجينة هابدأ أزوّد، هنا أنا بازوّد اللبن بالتدريج لحد ما العجينة تتلم معايا، وطبعًا بتختلف كمية السوائل من نوع دقيق للتاني، هاقول لِك خدت معايا كام في الآخر. وخلّي بالِك إن إحنا في عجينة القراقيش بنلِم بس مش بنعجن، أنا مش عاوزة يكون ليها عرق عشان ما تطلعش القراقيش في الآخر ناشفة معايا ومحجرة. هنا العجينة كانت لمِّت معايا، خدت معايا حوالي نُص كوباية من اللبن الدافي ومعلقة كبيرة. باعرف إمتى اللي أنا وصلت للقوام الصح للعجينة، باخد حتّة كده وأكوّرها وبعد كده أفردها، لو ما حصلش فيها أي تشقُّقات يبقى أنا وصلت للعجينة الطرية اللي أنا عاوزاها. بعد كده باغطّيها واسيبها ترتاح حوالي 10 دقايق. على ما ترتاح العجينة تعالوا بينا نحضّر العجوة. معايا باكيت عجوة 400 جرام، حطّيت عليه معلقة كبيرة من الزبدة الطرية أو ممكن معلقة سمنة وبابدأ أدمجهم مع بعض زي ما أنتم شايفين كده. خلّي بالِك العجوة ممكن عشان إحنا في الشتا بتبقى جامدة معاكِ شوية، فبتعرّضيها لنار هادية جدًا أو بتعرّضيها لحمام بخار وتبدئي أمّا تسخن تدمجيها بالراحة كده مع السمنة أو الزبدة لحد ما توصل معاكِ للقوام الطري ده. بعد كده هابدأ أشكّلها، باخد قطعة منها وأدمجها بإيدي كده كويس الأول، وبعد كده هاعملها رول وأبدأ أفردها زي ما أنتم شايفين معايا كده. بابدأ أشكّلها على هيئة رولات زي ما أنتم شايفين كده، لا يكون رول سميك بزيادة ولا رفيّع بزيادة. بعد كده بقى كانت العجينة ارتاحت، هابدأ فيها التشكيل. باخد قطعة من العجين كده عشان إحنا في الشتا، بابدأ أدمجها بإيدي عشان تطرى معايا شوية، وبعد كده بابدأ أفردها زي ما أنتم شايفين كده على شكل مستطيل. بابدأ أستخدم النشابة وأفردها بالراحة جدًا. خلّي بالِك أنا هنا مستخدمة مفرش سيليكون عشان كده ممكن العجينة ما بتلزقش معايا، بس لو حسيتِ إن العجينة بتلزق معاكِ في الرخامة، استخدمي كيس تلاجة وبتفردي عليه العجينة وبتغطّي العجينة من فوق وتحت بكيس التلاجة، تفرديها على شكل مستطيل، والكيس التلاجة بيسهّل معاكِ التعامل جدًا مع العجينة. العجينة بافردها بسمك رفيّع ما يكونش سميك، بعد كده بابدأ أسويها وأشيل الأطراف الزيادة. واسويها كويس جدًا، وبعد كده باجيب رول العجوة وابدأ أحطه على طرف العجينة، وابدأ أقفل عليه العجينة بحيث إنه يغطي العجوة بس، مش بالِف لفات كتيرة، يا دوبك برمة واحدة بس تغطي بيها العجوة. وبعد كده باستخدام السكينة هابدأ أقطع الجزء اللي أنا برمته، وبعد كده بابدأ أشيلها وأقفّل الأطراف كويس جدًا عشان ما تفُكِّش منّي بعد كده. لازم تدمجيها كويس الأطراف مع بعضها، وتتّكي عليها جامد عشان ما تفُكِّش منِّك أثناء التخمير أو في الفرن. وبعد كده بادّيها برمتين صغيّرين كده بحيث إن العجينة تندمج مع العجوة، وكمان الأطراف تقفل كويس. وبعد كده بابدأ أقطّعها الحجم اللي أنا عاوزاه. أنا قطّعتها هنا حجم يعني متوسط ما يكونش صغيّر ولا كبير أوي، زي ما أنتِ شايفة كده.
وبعد كده بارُصّها على صاج أو صينية مش مدهونين أي حاجة، لإن المادة الدهنية اللي فيها كافية إن ما تخلّيهاش تلزق في الصاج أو الصينية. واكمّل التشكيل بنفس الطريقة لحد ما أخلّص الكمية. باجيب رول العجوة وأبدأ ألِف عليه العجين، بحيث إن أنا ألفّه لفّة واحدة بس تغطي العجوة، زي ما أنتم شايفين معايا كده. خلّي بالِك لازم تكوني مغطية رولات العجوة اللي إحنا عملناها بكيس تلاجة عشان ما تنشفش منِّك أثناء الشغل، وعشان ما تبدأش تقطّع جوّه العجينة. بعد كده بابدأ أقطّع بالسكينة الجزء اللي أنا لفّيته، وأبدأ أقفّل الأطراف كويس جدًا. لازم تقفّلي الأطراف كويس جدًا عشان ما تفُكِّش منِّك أثناء التخمير أو جوّه الفرن، وأبرمها برمتين خفاف كده. وبعد كده بابدأ أقطّعها الحجم اللي أنا عاوزاه، وأرصّها في الصاج أو الصينية وأسيبها تخمر. ويُفضّل إنِّك تغطّيها بكيس تلاجة وفوطة أثناء التخمير عشان ما تنشفش منِّك، أو على الأقل تغطّيها بفوطة بس عشان خاطر الوش ما ينشفش منِّك جامد. وهنا كانت بعد ما خمرت خدت حوالي معايا ساعة إلّا ربع. وبعد كده كانت بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. هاجيب بقى معلقة كبيرة من العسل الأسود، عليهم معلقتين من المَيّة، وهابدأ أقلّبهم مع بعض وأدهن وش القراقيش بيهم. العسل الأسود بيدّي لون حلو جدًا للقراقيش، ولو مش متوفر عندِك العسل الأسود ممكن تستخدمي معلقتين كبار من اللبن وعليهم نُص معلقة صغيرة من السكر، وتدوّبي السكر كويس جدًا في اللبن، وتبدئي تدهني بيهم وش القراقيش، برضه بتدّي لون كويس جدًا. وبنُص كيلو دقيق بس هتعملي كمية كبيرة منها بطريقة سهلة وبسيطة، وطريقة تشكيل ما بتاخدش وقت ولا مجهود، وكمان بمقادير اقتصادية، وممكن أنتِ تغيّري في المقادير لو حابة تحطي زي ما قُلنا نُص سمنة ونُص زيت، أو ممكن تحطي كوب إلا ربع سمنة أو ربع زيت. وكمان ممكن تعجنيها كلّها بالمَيّة، أو ممكن تعجنيها كلّها باللبن زي ما أنتِ عاوزة. لو هتقعد عندِك فترة طويلة يُفضّل إنِّك تعجنيها كلّها بالمَيّة. وبعد ما خلّصت دهن القراقيش بدأت أحُط عليها شوية سمسم على كل واحدة. وبعد كده بقى طريقة التسوية بتدخل الفرن على درجة حرارة 190 على الرف الأوسط. بنحطها على درجة حرارة عالية عشان خاطر العجوة ما تنشفش مننا. أول ما تاخد لون من تحت وتستوي بابدأ أفتح عليها الشواية على الهادي عشان تاخد لون حلو من فوق زي ما أنتم شايفين كده. بتاخد في الفرن من حوالي 20 ل25 دقيقة وتكون جاهزة. وبتطلع معاكِ هشة وخفيفة جدًا، ومقرمشة قرمشة خفيفة. لو أنتِ حابة تزوّدي القرمشة طبعًا قُلنا هتخلّي نُص المقدار زيت والنُص التاني سمنة. وزي ما أنتم شايفين كده هي هشة جدًا، وكمان العجوة ما نشفتش منها، لسه طرية زي ما هي. طالما أنتِ اتبعتِ الخطوات اللي إحنا قُلناها هتطلع معاكِ بنفس الطراوة دي، مش هتنشف منِّك أبدًا. ما تنسوش لو عجبتكم الوصفة تدعموني بلايك وشير عشان توصل لأكبر عدد.